بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة ايمي بدر. النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض طريقة القراقيش بالشمر واليانسون زي ما احنا شايفينها كده. طالعة ما شاء الله روعة. بإذن الله الطريقة والمقادير مظبوطة 100%. ان شاء الله تعجبكم بإذن الله، ونتابع الفيديو مع بعض. طبعا احلى كوبايتين شاي بلبن معاهم طبق قراقيش كده على الصبح. مش شرط بقى ان احنا نستنى العيد وكده، لا لازم برضو بنشتاق للقراقيش في الاوقات ديت. فان شاء الله هنشوف طريقة حلوة. طبعا ايد ست الحبايب مامتي ربنا يديها الصحة والعافية، مينفعش ان انا اكون موجودة معاها وما استفادش بخبرتها في ان انا اعمل القراقيش الجميلة دي. طبعا معايا اول حاجة هنا كوباية من الزبدة الصفراء، طبعا زبدة او سمنة اللي موجودة عند حضرتك. معانا كمان كوبايتين من الزيت، بضيفهم على السمنة كده واحطهم على النار. بجيب كمان لقمة عيش كده بحطها مع السمن والزيت علشان توصل بس اللقمة انها تتحمر شوية، اعرف ان الزبدة اتقدحت، يبقى كده ارفعها من على النار. بس معايا شمر وينسون بقى بديله تحميصة كده بس بسيطة على النار بالمنظر ده، وبرجع بحطه كمان في مطحنة كده اديله نص ضربة عشان بس ما تبقاش صحيحة كده في الاكل. معايا كمان سمسم ني. بعد ما طفيت على الزبدة والزيت بدأت ان انا احطه فيها بس ياخد له يتحمر بس بسيط كده معاهم. بس بعد كده بقى معايا 2 كيلو من الدقيق. بدأت ان انا احط عليهم الشمر واليانسون كده بالمنظر ده، وهبدأ انزل كمان بالزبدة مع الزيت والسمسم. بس ببدأ بقى طبعا هيبقى سخن على الايد. هبدأ بس ان انا بقى ادخله في بعض كده المكونات دي بسباتولا كده طبعا علشان ايدينا بس ما تلسعش في الاول. وبعد كده هنظبط العجينة كويس جدا، هنبسها ندخل الزبدة مع الزيت مع المكونات كلها، لازم نبسها كويس في الدقيق لغاية ما تتشبع كلها بالمواد الدهنية اللي عندي. بس هنا بقى بجهز معلقتين كبار من الخميرة الفورية، عليهم معلقتين كبار من السكر، وكمان معاهم كوباية من اللبن الدافي. ببدأ ان انا ادوبهم كويس جدا، وهركنها على جنب علشان بس بختبر الخميرة بتاعتي الاول قبل ما احطها على الدقيق. بس بدوبها كويس جدا وهركنها على جنب. بكون مجهزة كمان معاها كوباية من اللبن، تاني كوباية من اللبن الدافي برضو، بس بدوب فيه بقى معلقتين من الملح علشان بس احيق العجينة بتاعتي تبقى طعمها اتطعمت برضو وبقت كويسة. بس هنا بقى ماما الله يديها الصحة يا رب، طبعا العجينة هديت شوية، فبدأت ان هي لازم بتدخل المكونات كلها في الدقيق كده بالمنظر ده، تبس العجينة كويس زي ما احنا شايفين الطريقة كده المظبوطة. طبعا طريقة الخير والبركة بتاعت زمان. هنا الخميرة زي ما احنا شفنا اهي اختمرت بقى خلاص. بدأت ان انا اجيبها واضيفها على الدقيق، وكمان هحط عليها كمان كوباية اللبن. بس يا ماما بتظبط الاول بس شوية، وبعد كده هتنزل بس اللي في الطبق بقية الخميرة واللبن اللي موجودين عندنا. بس ننزلها كلها بقى كده زي ما احنا شايفين، ونبدأ نضيف كوباية اللبن التانية اللي هي عليها الملح. بس طبعا بتعجن كويس جدا. طبعا الحركات بقى اللي هي الأصلية الأساسية بتاعت زمان، طريقة العجن من غير عجان بقى ولا كلام بتاع دلوقتي ده. بس تعجن كويس. بعدين لقينا العجينة محتاجة سوائل تانية، فطبعا ممكن ان احنا نزود مية، مفيش اي مشكلة خالص لما نزود كوباية من المية او نكمل العجين بمية. بس بتبدأ زي ما احنا شايفين كده، ادي كوباية المية اهي. بصي حركة الايد علشان تدخل العجين كله ويبقى متجانس مع بعض، ويبقى القوام بتاعنا مظبوط الاساسي بتاع القرقيش. زي ما احنا شايفين كده بايديها الاتنين تفضل رايحة وجاية على العجينة، وكمان بتدي بوكسات كده بايديها علشان العجينة تطلع مظبوطة. بس تلمي بقى كله وهي كده العجينة تمام، بقت 10/10. بس بناخد منها جزئية كده ونشوفها
اذا كانت محتاجة اي حاجة. طبعا لا مش محتاجة، الحمد لله اختبرناها. ان حضرتك بتمسكيها كده بايديكي تلاقيها لو شققت بتبقى العجينة محتاجة لبن او مية تاني، لكن زي ما احنا شايفين اهي كده يعني ناجحة 1,000,000%. بس ادي حركة الايد اهي. بس ماما لمت العجين كده كلها اهيت. بعد كده بتبدأ تعمل تجويف جوه العجينة بايديها كده علشان ونغطيها بكيس بلاستيك علشان لما تيجي تختمر التجويف ده بيختفي خلاص. العجينة ملت الطبق اهي زي ما احنا شايفين ما شاء الله. نبدأ بقى دلوقتي انا ابدأ بقى ان انا بعمل رول اسطواني كده طويل زي ما احنا شايفين، وهبدأ ان انا بقى اقطع القراقيش بتاعتي باحجام متساوية. بس كده كتر خير بقى ماما، خلاص الحمد لله عملت الصعب كله. دي خطوات سهلة بقى انا اكملها. بس زي ما احنا شايفين كده صوابع القراقيش بعملها كلها بتكون مظبوطة كده باحجام متقاربة لبعض. بس بشيل بس الزاويتين بقى اللي هما في الاخر دول. انا مش بحبهم، يعني بحبها انها كلها تبقى مستطيلة كده بالمنظر ده. بس بخلص الصواني بقى كلها بتاعتي برصها كده بالمنظر دوت. طبعا بسيبها في الصينية بقى علشان بتخمر مرة كمان قبل ما اخبزها في الفرن، علشان تبقى معايا القرقوشة بتاعتي تبقى منفوخة كده تبقى حلوة. طبعا بسوي على الرف الاولاني خالص على درجة حرارة 200، اعلى درجة حرارة للفرن. طبعا بيحمر الجزء اللي تحت ببدأ ارفع فوق وبدخل كمان صاج تاني من تحت. وهكذا لكل الصواني. بس وطلعت معايا اهي القرقيش بالمنظر ده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم باذن الله والطريقه تكون عجبتكم. اجمل قراقيش من ايد ست الحبايب. طبعا اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم واشكركم لحسن متابعتكم. ومعلش بعتذر بس عشان صوتي اني كان اثار برد يعني. اتمنى لو اول مره حضرتك تشوفي قناتي دعميني بلايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد. اشكركم لحسن متابعتكم، الف هنا وشفا لكل محبي وكل مشتركي قناة ايمي بدر. اشوفكم على خير فيديوهات تانية كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.